يا هلا بالمبدعين. النهاردة جاتلي دعوة من المركز الثقافي الكوري عشان نقضي يوم هناك في فعالية اسمها فعالية أهلا كوريا، بتتعمل كل شهر عشان الناس تيجي تجرب حاجات مختلفة عن الثقافة الكورية، وفي نفس الوقت تبقى عارفة معلومات تاريخية ومعلومات ثقافية. وإن في كل مرة من كل شهر بيتكلموا على مدينة معينة، والمدينة دي ليه هي مشهورة وليه السياح بيروحوها في كوريا، وكمان أشهر الأكلات اللي موجودة فيها وأشهر المناطق السياحية للزيارة، والمنتجات لو كانت هي بتبيع منتجات معينة. النهاردة أنا هعمل حاجتين، إن أنا هوثق الجولة اللي أنا روحتها في المركز الثقافي الكوري عن طريق حاجتين. أولا طبعا خدت فيديو لكل حاجة عملناها هناك، بس الفيديو ده مش هيبقى فيديو خاص بالعرض، هيبقى فيديو خاص بميشن هما أوكلوها لنا إن احنا نعرض الحاجة اللي احنا اتعلمناها عن الثقافة، كل واحد بالطريقة الخاصة بيه. فأنا هعرض من منظوري ومن الحاجات اللي أنا خدتها وشفتها هناك عن طريق الحاجة اللي أنا بحبها وهي الكرافت أو الحرف اليدوية. فالنهاردة هعمل ألبوم هوثق فيه كل حاجة خدناها النهاردة كانت في الرحلة المركز الثقافي الكوري، من أول إزاي هبدأ أعمل الألبوم لحد ما أبدأ أحط فيه الصور الخاصة باليوم الجميل. الفيديو الفعلي للأنشطة اللي خدناها هناك دي هنزلها لوحدها كفيديو تفاعلي، ازاي الحاجة تمت هناك والناس اللي شفناها واليوم قضيناه ازاي. بس هنا انا هوثق الرحلة زي الميشن ما كانت اوكدت لي. فهما اول حاجة ان احنا لما دخلنا المركز كان في ورقة بيدوها لنا، الورقة مطبوع عليها اهلا كوريا، ودي بيبقى موجود فيها 4 اماكن للستامب، ان كل مرحلة بنمر فيها لازم نحط ستامب على المكان اللي احنا رحنا فيه، ان احنا دليل ان احنا جربنا الحاجة وفي نفس الوقت تبقى حاجة للذكرى. بعد كده منظمين الفعالية كلمونا ازاي اليوم هيمشي وهيتقسم ازاي، عشان كل حاجة طبعا مرتبطة بوقت وبنظام. ويكلمونا عن النهاردة الرحلة هتكون لمدينة ايه، وهي مدينة اسمها مدينة أندونج موجودة في كوريا الجنوبية. عرفنا فيها أشهر المناطق السياحية وكل منطقة ليه مشهورة بيها، أشهر الأكلات اللي موجودة، وكمان العملة اللي موجودة في كوريا وليه العملة مرسوم عليها صورة الشخص معين موجود في نفس المدينة. كل ده برضو هبقى اقوله بعدين ما اجي اكلمكم عن اللمحة الثقافية، بس ده في وقت تاني مش النهاردة. على القناة هنا انا عملت قبل كده انواع مختلفة من الالبومات، النهاردة ده اسرع البوم هيتعمل وابسط البوم. استخدمت فيه ورق مقوى، ورق ابيض زي ورق الكانسون بس خفيف شوية، واستخدمت فيه ورق كرتون يكون جامد شوية، كرتون نتيجة او كرتون موجود في كراسات الرسم، او حتى ورق نصيبيان، كرتون نصيبيان، عشان يديني الهيكل يكون قوي شوية. وقسمته وغلفته زي ما انتم شايفين هنا في الصورة. بعد كده هبدأ اشوف الصفحات اللي انا احطها. انا طبعا اليوم في مجموعة من الصور، فانا عايزة صفحات تكفي الصور اللي انا احطها، وفي نفس الوقت يكون في مساحة اضافية لحاجات بعد كده في المستقبل. فغلفت الالبوم بالورق ده اللي هو ورق تغليف الهدايا العادي. السين بتاع النهارده هيكون كله فلورال وفيه شوية عصافير بسيطة، انا بحب الحاجات الهادية وفي نفس الوقت حاجات فيها فلورال. طبعا المهم ان يكون الكفر يكون قوي ويكون متين، وفي نفس الوقت يكون فيه نسبة من المرونة عشان اقدر افتحه واقفله زي ما انا عايزة واحط فيه الصفحات. في عمل الصفحات الاساسية كان الصفحة نفسها بورق مقوى، لكن الورق اللي استخدمته هنا المرة دي للتزيين مش ورق مقوى منقوش، لكن ورق عادي مطبوع، بس مطبوع طباعة ليزر، يعني ورق بيكون يعني مش خفيف قوي، يعني حوالي 100 جرام، بس مطبوع طباعة ليزر قوية عشان لو وقع حاجة ولا بتاع على الألبوم اللون ما يسيحش ويبوظ الصور اللي انا حطاها. المرة دي انا مستخدمة تكنيك بسيط جدا في عمل الألبوم وكمان في لزق الصفحات اللي موجودة، بس مجرد ان انا هاتني تانية صغيرة حوالي نص انش وابدأ اركب، احط دبل فيس واركبه في الهيكل الاساسي. والناحية التانية دي انا صايباها بيضة عشان انا هعمل فيها شوية حركات بسيطة اللي تبقى في بداية الصفحات. هو مش هيكون ألبوم صور بس، كمان انا هعمله زي جورنالينج اكتب فيه حاجات عن اليوم مش ازاي والوقت اللي احنا قضيناه، وكمان تبقى حاجة للذكرى حلوة. اليوم كان متقسم لأربع فقرات. أول فقرة كانت عبارة عن معلومة تاريخية ومعلومة ثقافية عن مدينة أندونج والأماكن اللي موجودة فيها ومشتهرة بيها، وكمان كان في مسابقة في الآخر. بعد كده كان في عمل تل أو القناع الكوري التقليدي، برضو خدنا عليه معلومات تاريخية والفكرة جت ازاي وليه أول واحد عمل التل ده، وكل قناع ليه ميزة ثقافية معينة وكمان في مدينة معينة. بعد كده جربنا الزي التقليدي اللي هو الهامبوك. بعد كده اتفرجنا وجربنا الطعام الكوري التقليدي.
وكل خطوة كانت بستامب. ودلوقتي انا خلصت الالبوم مستعدين ليه. دلوقتي مستعدين اخدكم في رحلة لاهلا كوريا. اول خطوة ان احنا كلمونا شوية عن كوريا وعن الثقافة وعن المدن الموجودة في كوريا، وشفنا المدينة دي فيها ايه واشهر اكلات. بعد كده رحنا عملنا التال او القناع الكوري التقليدي، وخدنا عنه معلومات كويسة جدا، وازاي الفكرة جت وازاي مين عمله وليه. وبعد كده عملنا القناع الكوري التقليدي. في صورة لكل الناس واحنا عاملين القناع. هنا الخطوات واحنا قاعدين في المكتبة، كان عبارة عن قناع من الخشب ومع الميدالية بتاعته، واحنا لوناه. وبعد كده كل واحد طبعا طلع مختلف عن التاني عشان كل واحد يبقى حسب ذوقه في الالوان حسب الستايل بتاعه. والمكان ده كان في المكتبة فوق. هنا انا وزميلتي بعد ما خلصنا التال او القناع بتاعنا، كل واحد زي ما انتم شايفين ميدالية مختلفة عن التانية. بعد كده رحنا جربنا الزي التقليدي الهامبوك واتصورنا بيه. وهناك كان في صور لمانيكانات صغيرة او عرايس لابسين الهامبوك. هحط لكم الصور بتاعتها الحقيقية هنا فوق، وبرضه هعمل لكم فيديو عن كل خطوة وكل حاجة شفناها في المركز بالتفصيل في فيديو منفصل. هنا جربنا الطعام الكوري التقليدي، كتبت عن الاكل اللي موجود ايه، ولسه هكتب بالتفصيل كمان عن الحاجات اللي عجبتني اكتر، وهحط برضو بعض الصور لزمايلي واحنا بناكل سوا. هنا المرشدين اللي كانوا موجودين معانا بيوجهونا ويشرحوا لنا كمان عن الثقافه. الصوره هنا بعد الهدايا الكوريه اللي اخدناها، وهنا عند بوستر اهلا كوريا. هنا انا هكتب برضو عن الفعاليه وعن اليوم كان ماشي ازاي. ودي الصوره الجماعيه اللي ختمنا بيها الايفنت. وفي النهايه واحنا ماشيين كان في الجفت الظريفه دي، هي دي، وكانت عباره عن مجموعه اقلام ومعاها استيكة أقلام خشب من المتحف الكوري. وكان في الأول مسابقة نسيت أقولكوا عليها، كان بعد ما أخدنا معلومات ثقافية عن المكان وعن البلد اللي احنا يشرحوا لنا عليها في أهلا كوريا. كان في مسابقة ثقافية في الآخر وخدت فيها 2 شيت ماسك. وده كان ألبوم عن اليوم الثقافي اللي قضيناه هناك في أهلا كوريا.